وكما جرت العادة أنه نهاية عام يستضاف المستشرفون والمتنبئون والعرافون الذي يتنبأوا بالأعوام القادمة والسنة الجديدة. نستضيف في هذا اليوم العراف والمستشرق والمتنبئ الكبير العظيم المعروف المشهور الذي يعرفه أنا وواحد صاحبي. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالجميع. طبعا أهلا بكم في عالم التنبؤ. لحظة خليني أسألك، تنبأت لوحدك. لحظة خليني أسألك، ما فيش معنا وقت. تنبأت أنه لا يوجد لديك وقت. يا الله خارجنا. لحظة أسألك. تفضل. ما هي توقعاتك لعام 2021؟ ما الجديد فيه؟ ما أبرز ملامح هذا العام؟ ما الذي تتنبأ للعام القادم؟ بالنسبة لعام 2021 هناك اختلاف كثير جدا، ويكون هناك يعني 21 هنا الآن يكون واحد زيادة. الله متنبئ ما شاء الله عليك، يعني زيادة الرقم. طيب بالنسبة لليمن بلادنا، تتوقع شيء جديد في بلادنا؟ أي شيء ممكن بيحصل في العام القادم؟ اليمن أتوقع لليمن أشياء، يعني حدد، يعني اليمن كثير، يعني عدة أطراف. مثلا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أتوقع أن الحوثيين سيكتشفون عيدا جديد سيسمونه عيد طنط مرفت عليه السلام، وهذا سيكون مصدر دخل لهم، يعني مصدر دخل جديد لهم، ويعني يعني سيغنيهم عن الأعياد بكثير، يعني ربما يستغنون عن النفط، ربما. مرفت سوسن كل سنة يطلعوا لنا واحدة. عموما بالنسبة للشرعية مثلا، ماذا تتوقع للشرعية؟ أي شيء الجديد الذي بيحدثه في عام 21؟ بالنسبة للشرعية بعد الانقلابين أتوقع أنه يقع عليهم انقلاب ثالث. ليش يعني انقلاب ثالث؟ لأنه يعني معروف يعني في عالم التخفيضات، إذا وقع عليك انقلابين تحصل على الثالث مجانا، يعني شيء طبيعي، هذا لا يحتاج إلى تنبؤ. أي شيء يحتاج؟ يعني يحتاج الإمارات فقط. طيب خلاص، خلينا في التحالف. في حاجة بيعملوها في عام 21، ماذا تتوقع وتتنبأ لهم؟ والله يا أستاذ هذا يعني تنبؤ يعني أتعبني وأرهقني جدا، يعني أتوقع أنهم سيصلون إلى قرار، يعني إذا طفح الكيل عندهم، وإذا يعني وصلوا إلى طريق لا رجعة فيها وطفح الكيل عندهم، أنهم سيستخدمون خيارات حاسمة وصعبة. أتوقع أنهم سيصدرون 5 شيلات دفعة واحدة. 5 شيلات ما شاء الله، وربما كليب. يلا ما فيش مشكلة، الله إن شاء الله حصلهم ملحن تمام. بالنسبة للانتقالي، عندنا حاجة اسمها في عدن الانتقالي، تنبأت لهم بحاجة ولا شيء للعام القادم؟ أنا ممكن تعفيني من هذا التنبؤ؟ يا أخي ما هم دارين ايش يعملوا هم، كيف أتنبأ لهم؟ أنا أتوقع الواحد منهم فقط. لمن؟ شلال شايع. ماله؟ يعني ربما يسحبوا عليه طقم الأسنان. لا إن شاء الله ما يوصلش لهذا المرحلة، لا إلا أسنان شلال شايع رجاء، يعني ما نتحملش رياء على الأسنان الأول. طيب أنا بالنسبة لي يعني استضفتك، تنبأت لي بحاجة، يعني سميتيتك من بيتكم، استضفتك، تتوقع لي حاجة في السنة هذا 21؟ أتوقع لك يا أخ محمد أنك تنتقل إلى اليوتيوب وتعمل برنامجك الأسبوعي على اليوتيوب، ولذلك أتمنى من المشاهدين أنهم يعملوا اشتراك وأيضا لايك ويفعلوا زر الجرس. تمام خلاص فضحت أنا مش هكذا. لا، وأيضا التعليقات إذا في أي تعليق يكتبوه أيضا ينشروا الرابط. خلاص يا إبراهيم، خلاص احنا قلنا